هي الوصفه اللي راح ديري بها حاله هذا رمضان بالعجينه المقرمشه. مملحات كريسبي صدقوني من ابن واسهل مملحات اللي راح تجربوهم، ويجوا ابن من العجينه القطنيه. نبدا بالحشو، نقلي فيه شويه زيت زبده قطعه صغير مع شويه فلفل كحل والملح. كي يتقلى شويه نزيد حبه بصل كبيره ولا 2 حبات متوسطين قطعتهم مربعات صغار، 2 حبات طوماطيش، نغطي عليه ونخليه يطيب على نار متوسطه. بعد ما طاب الدجاج نحي الغطاء باش ينشف ويتبخر شويه الماء تاع البصل والطوماطيش. طفيت عليه وزدت مغرفه كبيره تاع الهروس من عند ازدهار. هذا المنتوج الجديد بريحه الفلفل الاحمر الحار والثوم والتوابل راح يعطي بنه بزاف هايله للحشو. جزء العجينه اللي درت فيها كاس ونص ما دافي، نص مغرفه صغيره خميره الخبز وشويه سكر. نحركهم مليح ومن بعد نزيد مغرفه كبيره تاع الخل و2 مغارف كبار زيت زيتون ولا زيت نباتي. نزيد الفرينه والملح. هنا درت 4 كيسان ونص فرينه، غربلتها وعجنتها حوالي 3 دقائق، غطيتها وخليتها تريح 5 دقائق برك، ومن بعد فتحتها على لو بلون دو طرافاي اللي رشيته بالفرينه. وإلا العجينه كانت شويه الاستيك وباش ما تعييكمش كي تحلوها رشوا عليها الفرينه وكملوا حلوها. طبعتها وشكلت دوائر، ومن بعد كل دائره زدت فتحتها بالحلال باش لاباط تكون رقيقه وما يتعجنوش كي يطيبوا. عمرتهم بالحشو والفخوماج وغلقت عليهم مليح. وهذا الخليط اللي راح نحطهم فيه قبل ما نحطهم في لاشابلو. درت كاس فرينه، 2 مغارف صغار فلفل احمر، وبديت نزيد في الماء عادي ماشي سخون حتى تحصلت على هذا القوام. رميتهم في لاشابلو وقليتهم في زيت سخونه بصح كي حطيتهم نقصت للنار وخليتهم يطيبوا على نار قليله باش العجينه تطيب مليح من الداخل. الوصفه هذه ما تندموش عليها، ننصحكم تجربوها.